حياكم الله مشاهدينا، والان فقرتنا اللي قلب عبد الله شويه اشتغل عليها هي مهرجان عروس. هذا الان كل الاسئله اللي في قلبك اترك لك انا شكلي المايك يا عبد الله. ما في يعني اول شيء طبعا قبل كل شيء نشكر زميلنا سالم على التقرير الجميل اللي عدوا لنا قبل شوي. اليوم زملاء حقيقه اليوم ما قصروا معنا الله يعطيهم العافيه. مهرجان عروس، هذا المهرجان الجميل بفريق وجهود يعني نسائيه، ما ادري اذا في رجاليه ناخذ خبر ما تخاف يا عبد الله. معنا الاستاذه باهره الحسين مشرفه مهرجان عروس ومنظمه هذا المهرجان. حياك الله استاذه باهره، سعيده بوجودك معنا. كم من هائل من الاسئله تنهل عليك من زميلي. اول سؤال من عندي انا اعطيك اياه. اول سؤال، ليش تم تخصيص مهرجان عروس يعني للفتاه ولم يخصص هناك مهرجان بعنوان معرس يعني للرجل؟ لان المهرجان تنظيم نسائي، لو كان في تنظيم رجالي بيكون في مهرجان معرس. ايش اللي يفيد يعني هذا مهرجانكم النساء، ايش يفيد البنت فيه؟ في عدة نقاط تفيد فيها البنت. لما الفتاة المقبلة على الزواج بتجي تجهز لزواجها، يوفر عليها أول شيء المصاريف من خلال الخصومات من المراكز والمراكز المشاركة. في بعض المراكز يوصل لنصف السعر. العروض أيام المهرجان للحجوزات أيام المهرجان توصل لنصف السعر. ثاني شيء توفر الوقت، بدل ما تاخذ لفة مع زوجها على أكثر من مكان يوفر 3 أيام يكون فيها تقدر تشوف عروض الخبيرات التجميل، مصممات الازياء، الكوشات، تصوير، دي جي، ضيافه، تقدر كل هذه الاشياء تشوفها خلال 3 ايام. جميل، يعني هذا المهرجان هو متكامل. الاركان متكامله، اي واحده مقبله على الزواج تحضر هذا المهرجان تجد ما يسرها. أكيد. تجد ما يسرها وتدلع. في خصومات اذا كذا احنا معاه توفر يعني حتى الصالات يسووا عروضات خصومات للمهرجان. حلو استاذه باهره، حقيقه انكم تقفون على هذا الموضوع. يمكن انا وزميلي يمكن نضحك صحيح، بس هو هم بالفعل بالنسبه للرجل لما يدفع مهر كثير يعني وفي النهايه المهر يذهب هباء منثورا. حقيقه انا سيده لكن اعترف انه يذهب هباء منثورا في هذه الاكسسوارات، في هذه الديكورات، في هذه التجميليات، مشاغل وما غيرها من هذه الامور. ما هي الاشياء بالضبط اللي يعني تتوفر؟ ذكرت يمكن جي تصميم، ايش الاشياء اللي ممكن تتوفر للعروسه كامله؟ وهل للعروسه فقط ام ايضا حواليها الاسره يعني؟ المهرجان اي شيء يخص العروس موجود فيه. جميل. من بدايه تجهيزاتها لحد ما نقول تدخل القفص الذهبي. يعني اللي هو عندنا خبيرات التجميل، عرض طول 3 أيام. جميل. عرض حنة، يكون عرض جلوات، عرض خطوبة، وعرض ليلة الزفاف. حلو. المصممات نفس الشيء، يعرضوا الفساتين اللي هي الجلوات والحنة والخطوبة والزفاف. الكوشات تتغير يوميا، يعني قاعة كاملة عندنا تنسيق كامل من كوشات. ما شاء الله. الكوشات طبعا مع الضيافة، الدي جي نفس الشيء، التصوير، في ألبومات تنعرض للفتاة ويكون فيها نفس الشيء خصومات وعروضات. يعني مثل ما نشاهد الان مشاهدينا طبعا الصور يعني تعرض حول هذا المهرجان، لكن خلينا استكمل معك الحديث في هذا المهرجان. في كل سنه مره يكون، وتواريخ هذا المهرجان وليش يتم اختيار هذه الايام؟ يكون سنوي. كل سنه مره. سنوي يعني. التكرار يعني انا بالنسبه لي يقتل الابداع. يقتل الموضوع. يقتل الابداع، مع انه كان في مطالبات واجد انه يتكرر اكثر من مره في السنه. يكون في بدايه السنه يعني على ربيع، على جمادى، على حسب توفر المكان اللي راح نحجزه. يعني هل يصادف موسم الزواجات ولا لا؟ يعني ما يصادف وما يصادف. يعني الحجوزات تبتدي من بدايه السنه لنهايتها. يعني لما تجي العروس يمكن يكون زواجها في نهايه السنه، بس تستفيد من الخصم اللي موجود ايام المهرجان. وحتى استاذه باهره يعني دائما العروسه دائما تجهز نفسها بشهور ممكن بعضهم بسنه حتى تجهز الاشياء. فاكيد مثل ما ذكرتي يعني لابد وقت بعيد، ما يكون اذا قرب الزواج ممكن هي تدخل هذا المهرجان ما راح تستفيد منه كثير بغير لو فترة معينة. أكيد صحيح. جميل. طيب أنا علمت أن هناك أيضا تسويق للأسر المنتجة، الأسر المنتجة خاصة لدينا في هذا الوطن الحبيب ما شاء الله تألقوا بمنتجاتهم، بالفعل أثبتوا خاصة السيدات بيسألون من الرجال، السيدات والرجال أيضا أثبتوا مهاراتهم حقيقة في إيجاد المواد الإنتاجية من صنع أيديهم. كيف فعلتم دورهم في هذا طبعا احنا المهرجان انقسم إلى قسمين، عندنا قاعتين، قاعة اللي هي للأسر المنتجة
تسوق، والقاعة الثانية للعروض والفعاليات. يكون فيها تسويق من قبل المهرجان ب3 أشهر احنا نبتدي التحضير، ويكون في للأسر المنتجة إعلان على الانستغرام والفيس مواقع التواصل الاجتماعي. ويكون في لهم إعلان أيام المهرجان. يعني حتى بعد المهرجان تجيني اللي هو رسائل يبغوا أرقام الأسر المنتجة اللي موجودة عندنا. جميل. طيب دائما نعرف في بشكل عام في جميع المهرجانات أنها كل سنة تتجدد. صح. مهرجانكم في كل سنة أو ماذا تخططون للسنة القادمة؟ إيش التجدد اللي ممكن تسووه؟ احنا الفعالية الأساسية اللي هي العروض، يعني هذه متغيرة، بس اللي يتغيروا فيه المشاركات معانا، وبعضهم يكرروا المشاركة. الفعاليات الثانية اللي تتغير محاضرات، الدورات، قسم الأطفال والقسم الترفيهي، يكون كل سنة بشكل متغير. جميل. ذكرتي محاضرات ودورات، خلينا أول شيء نقف على المحاضرات أو الدورات. إيش الموضوعات اللي تختارونها بحيث أنها يعني تقدم الشيء للعروسة أو حتى لحياتها؟ المحاضرات احنا تكون عندنا من المقبلات على الزواج إلى الأمهات، يعني السنة كان عندنا إلى الأمهات؟ الأمهات. جميل. والأطفال كمان، لأن راح تكون إن شاء الله المستقبل. يعني السنة كانت عندنا اللي هو بالتعاون مع مركز السعادة الأسرية دورة لمدة يومين مجانية. جميل. عن في اختلافنا فكان عنوانها عن المشاكل الزوجية. حلو. الدورة الثانية كانت مشاركة مركز البيت السعيد بعنوان طفلي يزعجني، عن سلوكيات الأطفال. جميل. العناد والغضب وهذه الشغلات. الدورة الثالثة كانت أسرار الشفاء والعلاج بالطاقة من مركز اللي هو فرح للتدريب. والفقرة الرابعة كانت تجميلية. جميل. اللي هو فن الكونتور مع خبيرة التجميل زينب الجبر. ما شاء الله. وكانت في اللي هو مسابقات فعاليات ثانية. جميل. يعني هذا التنوع، يعني نقول أنتم تعدون المرأة من بداية حياتها إلى تكون أم المستقبل. أستاذة باهرة، حتى يكون جذب لأكبر شريحة من المجتمع في المهرجان. هي شريكة في المجتمع أيضا المرأة، يعني لو تعلمت كل هذه الأصول بتكون حياتها أفضل يعني. صح أكيد. جميل. طيب يعني أنت ذكرتي قبل شوي أنه كثير من هناك يطالب في جعل هذا المهرجان يعني بشكل متكرر، لكن هذا أحد الطلبات الموجودة. إيش الطلبات اللي طلبت منكم في هذا المهرجان أنه يحتاجون توفيرها؟ انه يكون مكان اكبر، مع ان احنا المكان اللي ناخذه يعني اللي نحجزه سنويا يكون كبير، بس مع الاعداد الكبيره اللي تحضر المهرجان يصير وانه يكون نجوم في اكثر من منطقه، يعني نبغى نكرر في اكثر من منطقه. هل حاولتوا انه توسعوا هذا المجال مش في المكان وانما يكون يعني متنقل على مستوى المملكه؟ مناطق. حاولنا بس لازم في صعوبات تمنعنا من هالشيء، منها قله الكوادر، الاختيار المكان، الافكار اللي تناسب كل منطقه، فهذا الشيء خلانا شوي نتراجع عن الفكره وتظل في المنطقه نفسها. الورش، يعني انا علمت ان ايضا عندكم ورش تطبيقيه، لعل يمكن احيانا المحاضرات ناخذ محاضره وشويه وننساها، الا نجدد المعلومه حقيقه مثل تحديث البيانات. يعني هل هناك مثلا ورش ممكن تطبقها السيده بحيث انها تبقى معاها، ولعل ايضا بعد ذكر شيء اخر، يعني المراه مهيئه الى انها تطبخ، أكيد. تعمل في المنزل تجهز تعد الوجبات لزوجها، هل هذا وفرتوه؟ مهم جدا يعني. هذا في الخطط الجايه. جميل. يعني كل سنه زي ما هذه اهم خطه. اي في كل سنه تكون مختلفه الفعاليات، يعني هذه من ضمن الافكار للسنوات الجايه ان شاء الله. جميل. طيب في ورش ممكن تطبقها يعني السيدات مثلا بحيث انه تحترف مهنه معينه غير اللي هم مثل الطهي او غيرها؟ اكيد في، يعني اللي هو مثلا الكروشيه، هذه الشغلات من ضمن الاشياء عمل البكل، الشعرات، تصاميم الفساتين، كيف عمل المكياج بشكل يومي يعني للفتاة، بحيث انها ما تحتاج للصالونات ودفع مبالغ طائله يعني. جميل بالفعل. يعني هل يعني انا اتساءل انه اي رجل يعني يحلم انه تكون عنده زوجه تغنيه عن وجود خادمه في المنزل، انها تكون معتمده على نفسها كليا، سواء في امور النظافه في البيت، امور الطبخ، امور تربيه الاطفال، لكن ما نشهده الان في الجيل هذا انه من تتزوج من يجيها الولد الاول خلاص جابت خادمه. فليش ما تعملون على ورش انها تؤسس الفتيات المقبلات على الزواج لانها تكون ربة منزل
لخامس ولد. هذه كانت في السنوات اللي قبل. وكيف حصلت في المستقبل يعني معاهم؟ كيف كان مستقبل هؤلاء اللي حضروا هذه الورش؟ كانت ممتازة، يعني في واجد اللي هو استفادوا من نقاط كثيرة، يعني في بعضهم حتى يجيبوا نوت وقلم ويكتبوا جميل. في النقاط الموجودة حتى يقدروا يستفيدوا منها بعد جميل. الزواج. جميل. وهذا يمكن يقودني إلى سؤال، يعني هل يتم متابعة من قدمتم لهم ورش ومن قدمتم لهم دورات من قدمتم لهم محاضرات ما نستفاد من هذا المهرجان؟ هل هناك مثلا استبانة أو متابعة أو تقديم استشارات لهم مثلا مستقبلا بعد زيارتهم لهذا المكان؟ موجود اللي هو يكون استبيان، احنا سنويا نوزع استبيان على الحضور، وفي بعضها جينا اتصالات بعدها باسبوع لمده شهر يتكلموا يعني ان احنا حضرنا المهرجان واستفدنا من الدوره الفلانيه، اذا ممكن تقدر تعطينا رقم المحاضره حتى عندنا مشكله او عندنا استفسار، فنساعدهم يعني ما عندنا اي مشكله فيها. جميل. من يختار الموضوعات؟ يعني الموضوعات كثيره، وذكرت في البدايه موضوعات كثيره للدورات والمحاضرات. من يحدد انه في هذا العام انا اقدم محاضره بهذا العنوان، انا اقدم دوره بهذا العنوان، انا اقدم ورشه بهذا العنوان، وفي العام الاخر اقدم كذا كذا؟ على اي اساس يتم اختياركم؟ هو الاختيار يكون اولا مجهود فردي وشخصي مني، ودعم من زوجي ومساعده من الاهل. الله يخلي لك. ان شاء الله. دائما نحب الانسجام، شفت كيف الانسجام اللي تكلمنا عنه، كيف الله يحفظ لك. فانا احط النقاط يعني من بعد نهايه المهرجان احط النقاط اللي في بالي وابتدي اتشاور معاهم، اذا اوكي نكلم المركز او المحاضره، اذا تم الموضوع حطيناهم من ضمن الفعاليات، اذا ما تم نشوف الفعاليه اللي بعدها. جميل. تستقطبوا يعني افكار الاخرين، يعني ممكن هذه تكون افكارك انت وضعتيها، لكن الاخرين ايضا لهم رؤيه معينه في موضوعات. يعني انا مثلا لو استشرتيني بقول لك دورات الطبخ هذه مهمه حضورها، مو العام القادم ان شاء الله لكم يعني باذن الله تجديد، لكن من فتره طويله. ليش؟ لانه مثل ما ذكر زميلنا عبد الله، بنات الفتره هذه وجيلنا، مو جيلنا كبرنا، الجيل اليوم، يعني جيل اليوم ما يبغى يطبخ، مطاعم وكل شيء سفري والاشياء يعني السريعه والوجبات السريعه. فهذه الاشياء طبعا اكيد لن تعجب الرجل، ان الرجل يحب يكون ما تزوج يبقى يستقر. اكيد. فاتوقع هذا امر مهم يعني. اللي هو احنا طبعا سبب استمرار المهرجان نجاحا ان احنا نسمع للاراء الناس، يعني انت مثلا تبغي تكون من ضمن خططنا دوره طبخ، احنا ندرس الموضوع نشوف اذا اوكي نشوف من اللي يقدر يقدم لنا هذه الخدمه. نعم. جميل. احنا نتمنى لك التوفيق في جهودكم ان شاء الله. مهرجان عروس وباذن الله مهرجان عريس ان شاء الله المستقبليه، بما ان زوجك يشتغل معك خلف الكواليس من هذا الجهود التطوعيه الجميل تخدم ابنائنا وبناتنا، بامكانك يكون فارغ ان شاء الله. ان شاء الله. نتمنى دعوه في هذا اليوم تدعينه ان شاء الله. نتمنى سنوات. يعطيك العافيه. شكرا لك استاذه باهر، يعطيك الف عافيه. اذا نقول دائما التوازن في الحياه الزوجيه مطلب مهم مشاهدينا، لابد نحن نتنازل عن اشياء كثيره حقيقه ونتخلى من اجل استقرار حياه زوجيه فيما بعد الزواج. ما هي الفائده اذا انا اكدس الاموال على زوجي وديون وغيرها؟ بالتالي راح اخسر حياتي، لان الضغوط النفسيه بالذات الماليه جدا صعبه. وفق الله كل زوجين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طبعا الان راح ننتقل الى تقرير جميل، وهو بمناسبه اليوم العالمي للتوحد. دائما يعني نقول موضوعات التوحد، صحيح نقول اليوم العالمي للتوحد، لكن هذا ليس يوم. كثير من المراكز الان عبد الله في المنطقه الشرقيه يعني نشهدها صارت تعمل فعاليات، صارت تعمل انشطه بهذا المجال، وفي مراكز اهليه بجهود تطوعيه خاصه. احنا نتمنى ان شاء الله يعني تكون اساسا هذه الفئه غير موجوده، لان قضينا على